الأهلي للمرة 54 في تاريخه في نهائي كاس مصر على حساب سموحة. تألق كهربا بعد غياب 440 يوم. بيراميدز يطيح بالزمالك من كاس مصر في الدور قبل النهائي. أنا باسم المراكبي ودي الكرة المحلية على الكنبة. اعمل اللايك والسبسكرايب عشان تكون من ضمن رحلتنا لل10,000 قبل كاس العالم للأندية، ويلا بينا على التفاصيل. الأهلي في مباراة ممتعة جدا من كل المقاييس. في حتة مفاجأة، كهربا بيشارك أساسي بعد غياب 440 يوم رسمي عن الملاعب. هو النهاردة كان بيلعب راس حربة للنادي الأهلي. تألق 2 أسيست وهدف، ولا أجمل ولا أروع. السؤال هنا، هل الغرامة الموقعة على كهربا فعلا هتتقسط؟ لا مش هتتقسط. هتدفع ازاي مش ازاي؟ يا ريت تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات. انا رأيي انا الشخصي ان هي هتتقسط. اللاعب بدأ يتكلم في ان الغرامة تتقسط على 5 سنين، والكلام كالآتي عن طريق المحامي المحترف اللي معاه فعلا، ان اللاعب ما بيشاركش، اللاعب محتاج يشارك، اللاعب ملوش دخل تاني غير الكورة، لازم يشارك عشان يدفع الغرامة بتاعته. الاهلي النهارده ليه مكاسب عديده جدا في الماتش بخلاف الاداء المميز. الاهلي بقى يمتلك جبهه يمين محمد هاني وحسين الشحات، جبهه ناريه، وطبعا الجبهه الشمال علي معلول واحمد عبد القادر. الاهلي فاق، بيلعب كره حلوه، بيمتع جماهيره، بيعرف يبدا اللعب كويس. لا الاهلي فاق، بقى فيه كره كويسه. الاهلي النهارده من ضمن الفايده بتاعته، محدش تخيل الراجل راهن فعلا على كهربا وشان نتيجة رهانه اللي كهربا فعلا تألق بشكل كبير جدا. الراجل عامل اسيست في اول الماتش لأحمد عبد القادر، وبعد كده اسيست تاني من كهربا لحمدي فتحي، وبعد كده هدف ولا اجمل ولا اروع لكهربا. هو عريس الليلة اللي كهرب الماتش وصعد الاهلي لنهائي كاس مصر، هيقابل بيراميدز في النهائي. وبكده الاهلي يكون للمرة 54 في تاريخه في نهائي كاس مصر، وللمرة الثالثة على التوالي، وهيلاعب بيراميدز اللي صعد في أول مرة في تاريخه لنهائي كاس مصر. ونيجي بقى للزمالك. أسئلة كده سريعة. هل مجلس إدارة نادي الزمالك عايز يمشي فريرة؟ هل فريرة يتلكك مع اللعيبة؟ هل اللعيبة مش عايزة فريرة؟ في أمور كتير، في لخبطة كتير في نادي الزمالك بعد الكلام اللي اتقال الأخير. لعيبة بتاخد منشطات، في لعيبة بتشرب مخدرات، كلام كتير وبلبلة كتير. كل ده أثر على الفريق بشكل سلبي. سوء نتائج في الدوري، وادي نتيجة سيئة جدا قدام بيراميدز اللي كان بيلعب ناقص عدد كأرقام، إنما فعليا في الملعب لا، بيراميدز اللي يشوف يقول هو اللي كان أزيد من الزمالك ب3-4 لعيبة. الزمالك ما قدرش يستغل النقص العددي بتاع بيراميدز. الزمالك جاب جون في أول 5 دقايق. طب قلنا الزمالك هيسيطر، هيمسك، خلاص الماتش بقى في ايده. لا، باتشيكو فضل يسحب الزمالك لحد ابعد نقطه في الماتش. الراجل عايز يوصل لنتيجه ايجابيه، حافظ لعيبه الزمالك، كان مدرب الزمالك قبل كده. الزمالك اداؤه مخيب، اللعيبه مش مركزه، اللعيبه مركزه بره، اللي يروح يعمل ليزر، يتصور، يعمل كل ده مأثر على الفريق بشكل كامل. لعيبه خارج تركيزها جدا في الملعب، في تأثير بدني وذهني على اللعيبة. في لعيبة كتير البدني بتاعها واقع جدا زي أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، لعيبة كتير تايهة. الزمالك مش هو الزمالك اللي كنا شايفينه من فترة، عنده أداء كويس وعايز يكسب، لا، في سوء نتائج. فضل الماتش يتسحب لحد ما وصل هدف التعادل لبيراميدز. بلاتي توريه لعيب جامد جدا، تسلم العين فعلا اللي جابت لعيب زي ده. لعيب ده فعلا من ضمن اللعيبه المحترفين اللي يتعدوا على الصوابع دخلوا مصر. لعيب جامد جدا، هو الاتزان والميزان لنادي بيراميدز. وصل الماتش لحد ضربات الجزاء. هنا احمد السيد زيزو انت داخل تشوط ضربه جزاء، المفروض ضربه الجزاء دي اللي هتحاول تصالح بقى جماهيرك عشان هتصعد نهائي كاس، لا، داخل بكل استهتار وبكل رعونه بيشوطها في نص الجون.
صدها احمد الشناوي، والضربة الأخيرة كمان لشيكابالا داخل زي ما يكون الراجل على كتافه هموم الدنيا، دخل بيشوطها تقضية واجب وكسب بيراميدز وصعد لأول مرة في تاريخه لنهائي كاس مصر، وهيلاعب النادي الأهلي اللي المفروض الماتش ده كان يبقى يوم 3 فبراير، وبسبب مشاركة النادي الأهلي في كاس العالم للأندية طبعا الماتش ده هيتأجل لأجل غير مسمى لحد ما نشوف لجنة المسابقات هتحدد اليوم ده هيبقى ايه، وهنشوف نهائي كاس مصر القديم ما بين النادي الاهلي وبيراميدز. وبكده يبقى الاهلي خلاص ما فضلوش غير يوم السبت الجاي ماتش القمه، اللي فعلا الاهلي بادائه ده متفوق على الزمالك، بس دايما ماتشات القمه ملهاش مقياس ولا فيها مين كان كويس ومين مش كويس. انا شايف ان الصفقات اللي الاهلي دعم بيها لا فعلا فارقه معاه، لعيبه كويسه هيضيفوا للنادي الاهلي، والاهلي كمان بيضيف دايما للعيبه. وبكده يبقى اتكلمنا النهارده عن النادي الاهلي ومشاركه كهربا اللي كانت فعلا مفاجاه، والراجل كان اداؤه فعلا مفاجاه بعد غياب 440 يوم. وزي ما قلت لكم انا مستني رايكم في الكومنتات بخصوص غرامه كهربا، هل فعلا هتتقسط، هتدفع ازاي؟ مستني رايكم. وكمان اتكلمنا عن فوز بيراميدز على نادي الزمالك وصعوده لاول مره في تاريخه لنهائي كاس مصر هيلاعب الاهلي. وبكده وصلنا لنهايه الكلام. ولو فاتك فيديوهات من الدوري المصري اللي فاتت تقدر تشوفها من هنا، ولو فاتك فيديوهات قديمه من الدوري الانجليزي مع حازم البيومي تقدر تشوفها من هنا. ويلا سلام.